يبقى لو ملوش ضرورة طبية أنا بشوف إن ده غلط واستسهال من الجراح. لا برضو أنا بقى ضد الترند ده، لأن ده ترند مرعب. واحدة جاية تعمل تجميل أنف وانت عاوزة نتيجة طبيعية. أنا عندي منجم جوه اسمه الحاجز الأنفي، أحيانا بيكون ديفيشنت وضعيف، بس هل كل مريضة داخلة تعمل تجميل أنف أعمل لها أجيب غضروف من القفص الصدري؟ أنا ضد المدرسة دي. في جراحين كتير هو للأسف بيستسهل. رقم 1 غضروف القفص الصدري سهل إنه يجي، مش صعب، أسهل. تاني حاجة بيديله كمية غضاريف كتيرة، بيديله كمية غضاريف قوية، فعشان يرسم الأنف لازم ياخد غضروف. امتى ألجأ لغضروف من القفص الصدري أو من الأذن في عملية تجميل أنف الأول مرة؟ لو الجلد سميك، لأن طبعا الجلد السميك أو أحيانا تجميل أنف كمان بتوع آسيا بيكون في ضعف في الغضاريف، فأنا محتاج غضاريف، كمية غضاريف كبيرة، ساعتها ممكن أخد. لكن كل واحدة هتخش لي العيادة علشان اعمل لها نتيجه تجميل انف حلوه اخد لها غضروف من القفص الصدري؟ هل له مشاكل؟ هو ملوش مشاكل. غضروف القفص الصدري انا دايما اقول للمرضى اذا كان الطفل اللي عنده اذن ضمره او مايكروتشيا ناخد منه 3 ضلوع مثلا في سن 6 سنين، مفيش مشاكل كتيره قوي، لكن برضه يظل جراحه ويظل باخد جزء من الجسم. يبقى لو ملوش ضروره طبيه انا بشوف ان ده غلط واستسهال من الجراح.